حساس يعني ضعيف على طول. الإنسان الحساس هو إنسان ضعيف، خلاص. لكن إنك أنت تكون برضو تكتم، فهذا مرض على مرض، يعني مرض على مرض. يعني الله يقل آمين، يعافيك يا رب ويشفيك. وبقول لكم شيء، كتم المشاعر، كتم المشاعر هو السبب الرئيسي في الأمراض. كتم المشاعر هو السبب الرئيسي في كل الأمراض، في كل الأمراض. ليش دائما نقول لما هذا صار له أو جاو السكر بعد صدمة؟ ما تلاحظون في ارتباط؟ دائما أغلب الناس يكون اللي هو مرض السكر يكون عندهم أول ما يظهر نتيجة صدمة، إما نتيجة حادث أو نتيجة فقد في وفاة أو نتيجة، دائما تكون بسبب صدمة. ليش؟ لأنه كتم المشاعر. لا تكتمون مشاعركم، صيحوا. إذا أنا حصل لي أي مشاعر عيشي اللحظة. تبين تحزنين احزني، لا تصدقين الناس اللي يقولوا لك صيري إيجابية. صيري إيجابية نظرة إيجابية للحياة، لكن مو معنى أنه أنا أصير إيجابية يعني أضحك كل النهار. لا، الإنسان خلق كذا، إنه أهم شيء يعبر عن مشاعره، ما يحتفظ بالمشاعر. المشاعر ما نحتفظ فيها، يعني المشاعر يعني أنتم تخلونا نبدأ بالمشاعر وحنا بمشيئة الله راح نبدأ بالمشاعر. لكن المشاعر، الإنسان مو مخلوق علشان يحتفظ بالمشاعر. المشاعر هذه أعطيت للإنسان علشان يعيش فيها اللحظة، علشان أنت تقدرين تعيشين اللحظة بهذه المشاعر، لكن مو بالمفروض أن نحتفظ فيها. فوقت الحزن أحزن، أصيح، أصرخ، أبكي، أسوي كل شيء. طلعي المشاعر اللي جواتك. وهذا خليني أقول لك إنه اللي هو جزء من التنظيف، جزء من التنظيف، عشان أنا أنظف حتى مشاعر الألم اللي في الماضي. عادي، كل ما تتذكرينه صيحي وانت تنظفين. لما أنا أجي أقول لك إنه علشان تفرغين اللي هو الألم من العقل اللاواعي، جيبه قدامك، جيبي هذاك الحدث المؤلم قدامك. ليش؟ جيبيه قدامك عادي، صيحي مرة، مرتين، 3 مرات، وأنتي ترفعين ثقتك بنفسك. كل ما تصيرين أنتي قوية، كل ما يصير هذاك الحدث اللي في الماضي جدا تافه وما يساوي شيء. وبالتالي أنا برضو فرغت مشاعري. كل ما أتذكر مخالف، فرغي مشاعرك، وبنفس الوقت تفهمي الموضوع، إنه مثلا اللي سوالي الألم، اللي أحدث لي الألم، خلاص هو أصلا كان بغير وعيه، سواء أمي، سواء أبوي، سواء أي إنسان في الحياة، هو كان معرض لتربية خطأ وعلشان كذا ضرا. خلاص، فأنا أكون مستوعبة فاهمة هذا الحدث، وبعدين عشان أنا أستوعب مشاعري. ما أدري وصلت ولا لا لكن بمشيئة الله يعني إحنا شرحنا أكثر من مرة عموما العقل اللاواعي، لكن المشاعر بمشيئة الله راح نتكلم عن المشاعر بالتفصيل بمشيئة الله. عاد نشوف إذا تبون نبدأ من بكرة بمشيئة الله من الصبح، أو تبون على الأسبوع الجاي عشان يكون الموضوع متواصل، لأن يمكن تقريبا ياخذ منا 3 دروس بس، على حسب يعني أنا أخاف ما تستوعبون. أنا أقدر أعطيكم يوم حتى بيوم كله، لكن يعني ما أبيكم تاخذونه تدريجيا عشان نتفهم مع كله أصلا مربوط ببعض، عرفتوا؟ مربوط ببعض وسهل. لكن إذا أخذتوه كذا فترة تصيرين يمديت الليلة تفكرين، والعقل اللاواعي حقك ياخذ راحته، فيعني الأفكار تصير مشبوكة.